كتاب في دايرة الرحلة هو كتاب لدكتور محمد طه، واللي كان ليه مجموعة من الكتب قبل كده، من أهمهم كتاب الخروج عن النص وعلاقات خطرة. والحقيقة إن الكتاب ده هو بيتوج سلسلة الكتب اللي فاتت، لأن بيتكلم فيه عن 3 حاجات مهمين، وهما الوعي ومستوياته، ورحلة الإنسان للحصول على الوعي واكتشاف الذات وتقبل نفسه وكمان إصلاحها، وعن الحب وماهيته، وعن الأحلام، وإزاي إن مش كل الأحلام اللي بنحلم بيها مجرد أضغاث أحلام أو حاجات عشوائية، بل ليها رموز ومعاني وأساس في عقلنا الباطن، بل كمان إن هي ممكن تكون رسائل من عقلنا بيرشدنا بيها للتصرف الصحيح. بل الأهم والأكثر إثارة إن الأحلام دي ممكن تكون بتجمعنا بأشخاص آخرين من بيئتنا أو من بيئات مختلفة، وإزاي إن الأحلام مصدرها هم 7 مستويات للوعي الإنساني. دكتور محمد طه معروف بطريقته السهلة في تبسيط المعلومة وتوصيلها، وكمان هو بيستخدم اللهجة العامية المصرية، وده بيخلي الكلام والمعلومات سهل جدا إنها توصل لذهن القارئ ويلاقي نفسه في كل كلمة من كلمات الكتاب. ما تنساش تعمل متابعة ولايك وشير، ولو انت على اليوتيوب تشترك في القناة وتستنى الفيديو الجديد. دي كانت حكاية كتاب في دايرة الرحلة لدكتور محمد طه. نتقابل إن شاء الله في حكاية جديدة.